وحش الكون وصل يا جدعان. اللهم بارك، حجم وطعم وشياكة. ايه رأيكم بقى؟ اهو ده اللي يستاهل يتقال عليه وحش الكون. تعالوا بقى نشوف هنعمل الوحش ده ازاي. واللي ما يعرفنيش، انا ميمي ودي قناتي. اعملوا اشتراك وانضموا لأحلى عيلة. ولمتابعيني حطوا اللايك وصلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على اجمد فيديو. طب يلا بينا. اول حاجة محلول النقع اللي هيشيل لي اي زفرة فيه. طبعا بعد ما غسلته في الحوض كويس جدا، حطيت ليمون معصور بقشره وكوبايتين سكر وكوبايتين خل. هقلبهم كويس وهنزل بالوحش ده، وكل شوية هقلبه علشان اضمن ان المحلول وصل لكل حتة فيه. هنقعه قد ايه؟ هنقعه 3 ساعات كاملين. وهبدأ اقطع الخضار، 5 جزرات، ووراهم على طول 5 بصلات و6 طماطمات. وركنتهم كده في الصاج لحد ما نشوف هنعمل فيهم ايه. وهبدأ اجهز التتبيلة بتاعتي. في بولة حطيت عصير 3 برتقانات، توم باودر وبصل باودر، خل، زعتر وفلفل اسود، كاتشب ومستردة وعسل ابيض وباربيكيو صوص وصويا صوص ودبس رمان. وعلى فكرة دبس الرمان ده اللي احنا عاملينه سوا تحفة بجد، وخلى الوصفة في حتة تانية. وحوالي 5 معالق زيت، وطبعا الملح. صفيت الخليط ومش هرمي التفل ده، كل حاجة هنستخدمها. أخدت 3 أو 4 كبشات من التتبيلة على الخضار اللي في الصاج، وهقلبهم كويس جدا. وهنزل بقى بالوحش بتاعي وهكتف الجناحات بتاعته. حرفيا اللهم بارك، أنا مش عارفة أشيله. أنا في الشيل والحط في الفيديو ده مجرد ديكور مش أكتر، لكن كان في حد تاني بيشيله معايا وبيحطه معايا. وما شاء الله اللهم بارك، الوحش اللي معانا ده يوزن حوالي 12 كيلو لحم، يعني لو صاحي يبقى حوالي 15. فأنا ما كنتش عارفة أحركه حرفيا من مكانه. جبت إبرة 10 سنتي وبدأت إن أنا أحقن اللحم من جوه، وأظن الفيديو شارح يعني. ومساج بقى، لو ده ما تعملوش المساج مين اللي هيتعمل له؟ جبت الكبة ونزلت بتوم وبصل وطماطم، وحوالي 4 معالق من الصلصة وكوباية زبادي. هحط كله على بعضه، اللي هو التفل وباقي الصوص والخليط اللي كان في الكبة. وهبدأ أتبل الوحش ده من جوه، من جوه من عند البطن كده، وهحاول أرفع إيدي لفوق عشان أوصل للحم بتاعه من جوه، وكمان بين الجلد واللحم، حتى من عند الصدر من تحت الجلد. وبدأت أدلك كويس جدا جدا، وهاخد باقي الخليط وهمسش تاني من بره. والله يا جماعة أنا مستعيبة أقول عليه ديك، لأن هو اللهم بارك كان وحش اللهم بارك يعني. اللي نسي بقى يحط اللايك ينزل يعمل لايك حالا. المهم مسشته كويس جدا، ووصلت التتبيلة من جميع الجهات، من جوه اللحم بالإبرة، وبين اللحم والجلد، ومن بره كمان، لأن التتبيل ده بيسوي بنسبة 30%. ولو اتبل صح وتغلف صح بالاسترتش وبايت في التلاجة 24 ساعة بيستوي تقريبا 30%. بعد 24 ساعة خرجته من التلاجة وغلفته بالزبدة كويس جدا، علشان دي بتكون بمثابة مادة عازلة بين الجلد والكيس الحراري والفويل، علشان يحافظ على جلده سليم. غلفته بقى بالكيس الحراري، وطبعا هو ما اخدش كيس واحد، وانا فتحت له كيسين، وبقيت ادخل الكيس من الجناب بحيث ان هو يحبس لي الحرارة جوه ويسويهولي في اسرع فترة ممكنة. فغلفته بالكيس الحراري وحطيت عليه حوالي 4 طبقات من الفويل، وبعدين وديته على الفرن. تسويته بتتحسب ازاي بقى؟ بيخش الفرن اول ما يبدأ يغلي، هبدأ احسب التايم بتاعي. يعني لو خد مثلا نص ساعة لحد ما يغلي، النص ساعة دي مش محسوبة.
لو أخد ساعة لحد ما يغلي الساعة دي مش محسوبة. أول ما يبدأ يغلي معاكي هتبدأي تظبطي التايم. كل 2 كيلو بياخدوا ساعة بالظبط. هو كان 12 كيلو أخد حوالي 6 ساعات، وعلشان الكيس الحراري كان حابس الحرارة كويس جدا أخد تقريبا 5 ساعات في الفرن. أنا استكفيت في التقديم إن أحط له رز مبهر بالمستكة والحبهان والزعفران، واحط عليه بقى مكسرات كتير قوي. اصل ده باشا ولازم يتدلع. وعرفوني بتتابعوني منين، وعرفوني كمان انا قلت كلمة وحش كام مرة. واعملوا اشتراك لو لسه ما عملتوش، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.